حبايب قلب المو، صباح الفل عليكم. اخونا الشيكو عنزة بيدعم محمد السيد بعد هتافات جمهور نادي الزمالك ضده. الشيكو عنزة النهارده الصبح رفع ستوري، ولكن تقريبا في حد من الاداره او مدير الكوره او المدير الرياضي قال له مسحها عشان ما نجيش نطلع اهلك، عشان اصلا كده كده الدنيا ملتهبه ما بيننا وما بين الجمهور ومش عارفين نطفيها. وبالفعل الشيكو عنزة استجاب لهذه المطالب ومسح الستوري، ولكن المواقع اللي قاعده للسقطه واللقطه لقطت هذه الستوري وعملت منها حوار على الصبح. الشيكو عنزة يا سيدي ملخص هذه الستوري بيقول لمحمد السيد: لا تستمع لناس تتحدث بلا منطق. الناس اللي بتتحدث بلا منطق دي اللي هم احنا جمهور نادي الزمالك اللي هاجم محمد السيد امبارح. بص اخويا عنزة، انت لو هتتكلم بالمنطق فمش من المنطق اصلا ان انت لعيب كوره. زي ما قلت لك في فيديو امبارح، انت اخرك لعيب فري ستايل، انما تلعب كوره بجد وتلعب في نادي بحجم نادي الزمالك فده اسمه عبث. بس انا عذرك وعذر محمد السيد وعذر حسام عبد المجيد، لان انتوا من بدايه الموسم ما بتسمعوش غير كلمه كل الدعم. كل الدعم اللي جمهور نادي الزمالك وانا اولهم اندرج تحتها بسبب كلمه التجربه. والتجربه هنا مقصود بيها تجربه جون ادوارد في بناء فريق يعيش لنا سنين قدام. فمن الواضح كده ان انتوا بسبب الكلام ده افتكرتوا ان جمهور نادي الزمالك ده جمهور كيوت هيدعمنا في اي حاجه نعملها، واي شيء هنعمله مش هيقول لنا عليه لا، واننا عادي ننزل نخري في الملعب ونأدي اداء زي الزفت ونطلع نلقح في الستوري كمان وبرضه هيقول لنا كل الدعم. لا بص يا قلب اخوك انت وهو، انتوا واضح كده ان الفكره واصله لكم غلط. جمهور نادي الزمالك جمهور شواف قوي وجمهور بيفهم قوي، ولما بيجي يدعم بيدعم اللاعب الراجل مش اللاعب اللي مؤاخذه. زي ما حصل امبارح كده، زي ما كان فيه هتافات ضد محمد السيد كان برضه فيه هتافات لاحمد شريف، وزي ما الجمهور هاجم محمد السيد زي برضه ما دعم لاعب زي احمد شريف. بالرغم من ان امبارح كان الاداء كله زي الزفت واحمد شريف ما كانش اعلى حاجه فنيا، بس جمهور نادي الزمالك اللي في المدرجات شاف فيه لعيب راجل عايز يعمل حاجه. بان قوي الكلام ده في ضربه الجزاء اللي خدها وفي الكره اللي اتصاب فيها، مع ان الكره اللي اتصاب فيها دي فيها قله خبره منه، بس بينت قد ايه ده لاعب راجل وعايز يمسك في الفرصه بايده واسنانه. وجمهور نادي الزمالك بالرغم من الاداء السيء الا انه اشاد بلاعب زي احمد شريف لما لقاه راجل. انما لا مؤاخذه لما يجي لي لاعب لسه طالع من قطاع الناشئين ما شاطش كره على الجون ولسه مضيع لي بلانتي في ماتش امبارح، يجي يقعد يقول لي انا عايز احترف، انا جاي لي عقد احتراف، انا في ناس في الاهلي بيكلموني. لا يا قلب اخوك مع الف سلامه، والقلب داعي لك، والتاكسي اللي هيوصلك للجزيره حسابه عندي. انت واي لاعب تاني يفكر يتنطط على جمهور نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك اللي لولا وجوده في المدرج انتوا هتبقوا فرقه وسط جدول، وفرقه وسط جدول دي انا بقولها بناء على امكانياتكم انتوا كلعيبه. يعني لا تفكر ان انت خدت كاس مصر من بيراميدز الموسم اللي فات وخدت السوبر الافريقي من الاهلي وحتى الكونفدراليه اللي خدتها من نهضه بركان دي كان بفضلك انت كلاعب. لا يا قلب اخوك انت فاهم غلط، ده بفضل جمهور نادي الزمالك اللي قاعد في المدرج عامل زي دراع البلاي ستيشن وبيحركوا جوه الملعب. جمهور نادي الزمالك اللي بينحر في صوته 90 دقيقه عشان يطلع منك انت احسن ما فيك. بخلاف ذلك انتوا صفر على الشمال. بخلاف ذلك انتوا فرقه وسط جدول زيكم زي سيراميكا زي البنك الاهلي زي غيركم كتير. ورساله اخيره للمدير الرياضي بتاعنا الكابتن جون ادوارد، انت امبارح خدت حته كده من جمهور الزمالك، حته كده من طرف المعلقه بس، فاتمنى ما تحاولش تعند مع جمهور نادي الزمالك اكتر من كده عشان ما تشوفش اكتر من كده. لان جمهور نادي الزمالك هو بيدعمك بيحبك من اول الموسم اداك كل الدعم، ولكن مفيش حد عند جمهور نادي الزمالك اعلى من نادي الزمالك نفسه. وجمهور نادي الزمالك بيفهم قوي. جمهور نادي الزمالك من اكتر الجماهير في مصر اللي بتفهم وذواقه وبتعرف الصح من الغلط. واقرا كده كتاب التاريخ، عمر ما جمهور نادي الزمالك قال على اللاعب ده وحش وطلع حلو. عمر ما جمهور نادي الزمالك قال على المدرب ده فاشل ونجح. هات لي لاعب او مدرب او حتى مدير كرة او مدرب عام جمهور الزمالك قال عليه وحش ونجح. فاتمنى بلاش عند مع جمهور الزمالك. يعني السباك اللي انت رحت جبته ب 20,000 دولار ده اللي اسمه يانيك فيريرا، زي ما جمهور الزمالك قال لك ده مدرب فاشل، صدقني عمره ما هينجح. واصرارك على بقائه في النادي بيهدد وجودك انت نفسه في النادي. والواد اللي عامل شبه ان عمل هبله اللي اسمه الشيكو عنزة ده في انتقالات يناير اللي جايه تكون مسوقه وبايعه. الكلام اللي انا بقوله لك ده لو لسه عايز تكسب ثقه جمهور الزمالك فيك، ولو لسه عايز تكسب دعم جمهور الزمالك ليك. بخلاف ذلك العند اللي انت بتعنده ده لا في مصلحتك ولا هتنجح بيه ولا هتكسب بيه دعم الجمهور. وصدقني لو كملت عند ايامك في نادي الزمالك هتكون معدوده. انا عارف ان في ازمات ماليه، وعارف ان اللعيبه ما بتاخدش مستحقاتها، وعارف ان الجهاز الفني كله ما خدش مستحقاته، بس كل ده ما يديش مبرر لان لاعب اهبل شبه ده يطلع يتنطط علينا على السوشيال ميديا ويطلع يقول على جمهور الزمالك اللي بفضله لاول مره لاعب زي ده ينضم المنتخب انجولا، يقول ان احنا جمهور بيتحدث بلا منطق.
فاتمنى من جون ادوارد ان يكون على راس اولوياته التخلص من هذا المدرب والتخلص من هذا اللاعب الهجاص اللي اسمه شيكو بنزا. ما هو لا مؤاخذه، مش انا نادي الزمالك عم امام اشقيه مصر اللي هتيجي لعيبه زي دي تتنطط عليا. انا نادي الزمالك اللي عبد الحليم علي الهداف التاريخي بتاعي فضل الاعتزال على انه يروح النادي الاهلي بعد ما نادي الزمالك استغنى عنه. انا نادي الزمالك اللي طارق السعيد احد افضل الاظهره في تاريخ مصر مش عارف يخش النادي لغايه النهارده عشان خاطر لعب موسم في النادي الاهلي. انا نادي الزمالك اللي نجوم بحجم احمد عيد عبد الملك وايمن حفني كانوا بيعملوا اللي عشان خاطر يجوا يلبسوا تيشيرت نادي الزمالك. انا نادي الزمالك اللي امام عاشور اللي بتقولوا عليه احسن لاعب في مصر دلوقتي كان ماضي على نفسه وصولات امانه عشان يلبس تيشيرت نادي الزمالك. مش هاجي النهارده يتنطط عليا عيال زي حسام عبد المجيد ومحمد السيد ولاعب اهبل زي شيكو بنزا ده يلقح عليا بالكلام. لا مؤاخذه، ده احنا جمهور نادي الزمالك نروح نقفله كده بجنزير ونبيع قدامه سبح ومصليات ولا ان حد يتنطط علينا. اما بقى عن بعض جمهور نادي الزمالك اللي قلبه خفيف حبتين، احب اقول لك جمد قلبك، ده هي بقالها 21 سنه ماشيه بينا احنا. نادي الزمالك من بعد موسم 2003 2004 لولا جمهوره كان زمانه في خبر كان. اوعى حد يشتغلك ويقول لك ده كان رئيس نادي كويس ولا ده كان مدرب كويس ولا ده كان سكواد ذهبي. قسما بالله من بعد 2003 2004 النادي ده اللي سنده جمهوره، النادي ده اللي موقفه على رجله لغايه النهارده وبيخليه ياخد بطولات في ظل هذه الظروف هو جمهور نادي الزمالك فقط لا غير. لا لاعب ولا مدرب ولا رئيس نادي ولا اداره. 20 سنة النادي ده بيتعمل فيه عمايل لو اتعملت في اي نادي تاني ما عندوش جمهور نادي الزمالك كان زمانه في دوري الدرجة التانية. فجمد قلبك كده عشان مفيش حد له فضل علينا. جون ادوارد اللي انت خايف عليه النهارده ده ما كانش عندنا امبارح وخدنا بطولات، ووارد ما يكونش معانا بكره وبرضه ناخد بطولات، لان زي ما قلت لك كده في نص الفيديو انت دراع البلاي ستيشن اللي واقف في المدرج بتحرك شويه الخشب اللي في الملعب. وبما انها كده كده خشب في خشب فاي 11 خشبه هنحركهم، واي اداره واي مدرب احنا برضه اللي هنمشيه، وخلاص هو ده قدرنا وتعودنا عليه. وبعد الناس اللي باعت وبعد الناس اللي خانت وبعد الناس اللي مشت انا ما عادش عندي ثقه في حد وما عادش عندي بقاء على حد اساسا، وما عادش عندي اي مخلوق فوق نادي الزمالك. وايقنت ان احنا على مدار السنين دي كلها مفيش حد له فضل علينا غير ربنا سبحانه وتعالى ووقفتك انت في المدرج. اتمنى الفيديو ده يوصل للعيبه نادي الزمالك واداره نادي الزمالك والمدير الرياضي لنادي الزمالك جون ادوارد، واتمنى كل واحد من جمهور الزمالك يفهم الكلام ده كويس ويحطه في دماغه ويقفل عليه. واشوف وشكم على خيرة الله، وان شاء الله اللي جاي خير. احلى اخوات واحلى متابعين.